السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي، كل اللي بيشوفونا لأول مرة. إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من فيديو مشتريات الوكالة. أنا متحمسة والله ليه قوي، وحتى الواحد كده بقى رايق مرتاح واستحمى الحمد لله ومظبط نفسه. ولو عايزين تفهموا كلامي أقصد إيه يعني هتشوفوا الجزء الأول بتاع مشتريات الوكالة. ويلا نبدأ. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ان شاء الله انا هوريكم الحاجات اللي احنا جبناها في الشنطه دي كلها. هوريكم بصراحه يعني كام قطعه من اللي اخواتي جايبينها، وكمان هحاول ان انا انزل لكم سكرين برضو هنا بقى او هنا حسب المساحه الفاضيه وانا بقيس اللبس. بصوا كده، اول ما رحت يعني هي كانت فتحه خير والله. عاوزه اقول لكم ان انا ربنا كرمني والله، انا فعلا جبت اغلب الحاجات اللي انا عايزاها شبه اللي انا عايزاها، فدي كانت اول استفتاحه يعني كده. فاليوم الحمد لله كان حلو. بصوا بقى، اول حاجه جبتها طبعا هقول لكم على الاسعار الخياليه. كنت عايزه حاجه زي كده بس بكم، ولكن الخامه والجوده المحترمه جدا خلتني ان انا اجيبه وما فرطش فيه. اوريكم بس شكله الاول كده شويه. هو مش بليزر ولا جاكيت، ولكني الصراحه مش عارفه اسمه قوي ايه، بس هو ده طويل كده زي ما انتم شايفين، مش طويل قوي. الحمد لله الحاجات اللي احنا جبناها نادرا لما كان فيها ديفوهات يعني. ده وتقلبي فيه حاجه كويس. لما شفته ما لقيتش فيه اي غلطه الحمد لله، هو بس كان اللي فيه شويه بقع. كان الناس مثلا كانت بتمسك الحاجه وتشوفها وتقلب فيها والكلام ده. فانا طبعا لما جيت جبته غسلته كويس قوي وما شاء الله بقى ابيض وزي الفل. اللي انا جبته ده ب55 جنيه، مفاجأة طبعا. وطبعا هعمل له ستايلينج ان شاء الله على انستجرام الفاشن والتنسيقات، وانا عملت له تنسيق تحفة، حاجة كده هتبقى كلاسي قوي. لما تشوفوه مش هتصدقوا ان ده السعر بتاعه. البلوزة دي بجد شكلها لذيذ، عجبتني جدا، خامتها حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين الحاجة بجد ما فيهاش يعني الحمد لله الحمد لله ما فيهاش عيوب ولا ديفوهات ولا اي حاجة من الحاجات دي. ودي جبتها ب50 جنيه. بصوا بقى الحاجة التانية اللي انا جبتها، انا اصلا كنت عايزة ايه، عايزة شميز لونه كافيه او هافون. دورت كتير ولقيت حاجات حلوة بس مش زي اللي انا عايزاها بالظبط. لقيت ده بقى لونه زي اللي انا عايزاه بنسبة كبيرة جدا، الخامة بتاعته حلوة جدا، ولكن لقيت فيه حاجة واحدة بس اللي هي زي ما انتم شايفين كده في السكرين. الطول بتاعه هو طويل وفيه قصه ورسمه من تحت كده، لكن لما لقيته بصراحه قلت لا مش هسيبه يعني عشان خاطر القصه او الطول اللي فيه من تحت ده اسيبه. لا مش هسيبه، انا كل اللي هعمله هاخده هقصر الطول اللي انا مش عايزاه، لان بصراحه قلت خساره ان انا افرط فيه. ليه قصه شكلها حلو واللون اللي انا عايزاه. اخر قطعه من القطع اللي انا جبتها البلوزه اللذيذه الصيفي دي، زي ما انتم شايفين شكلها صيفي وربيعي وخفيفه وطبعا مفتحه خالص اهي. فدي انا هقعد بيها في البيت، طبعا مش هنزل بيها لان مش هينفع خالص. وشكلها لذيذ، خفيفه جدا ومشيتها برضو حلوه وخفيفه ومريحه قوي. هي دي بقى مفاجاه في الفيديو بالنسبه لسعرها. اول حاجه دي من الحاجات المستعمله، ودي كان سعرها 10 جنيه. انتوا متخيلين انتوا تروحوا تجيبوا حاجه تلبسوها ب10 جنيه؟ طب انا جبت حاجه مستعمله بصراحه، عمري ما كنت حابه ان انا اجيب اي حاجه مستعمله. جبتها لسبب، والسبب اللي هو مفيش مشكله خالص ان انتوا تجيبوا حاجه زي كده مستعمله، علشان خاطر في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي عندنا اخواتنا في فلسطين وفي غزه. مش هقول لكم ان هم بيدوروا على اللبس المستعمل عشان يلبسوه، هم جم عليهم فتره ان هم كانوا داخلين على الشتاء ما كانش عندهم اصلا لبس ان هم يلبسوه، والاكل والمعونات الحاجات اللي كانت بتجيلهم من دول تانية. فدي ظروف مش عارفه اسميها ظروف صعبه ولا قاسيه، هي الكلام ده اقل بكتير من اللي هو يتقال عليهم، ولكن محدش فينا احسن من التاني ومحدش فينا احسن من حد. فمفيش مشكله خالص ان احنا نجيب مره او مرتين في حياتنا حاجه مستعمله، واحنا لسه الحمد لله يعني حياتنا مرفهه مش هنقدر ننكر. لو اتحطينا في نفس الظروف بتاعتهم اكيد هنعمل اللي هما بيعملوه واكتر من كده كمان. فكلنا لازم نحس ببعض ونجرب حاجات بسيطه قوي قوي من اللي هما بيعيشوها.
لكن الكوارث اللي بتحصل لهم ربنا يلطف بيهم. كده وريت لكم الحاجات بتاعتي، تعالوا بقى اوريكم الحاجات بتاعت اخواتي. الشميز الاسود ده شكله حلو جدا بجد، خامته ناعمه قوي، خامته حلوه كده. شايفين الخامه بتاعته عامله ازاي؟ بحس ان انا وانا بشدها عامله زي الاسترتش، خفيف يعني خفوفيه حلوه قوي في الصيف. شايفين التفاصيل اللي على الكم بتاعه والقصه بتاعه الكم والزراير والحاجات دي كلها. بجد والله يا جماعه لما تروحوا هناك هتكتشفوا شويه حاجات جميله ما تصدقوش انها فعلا موجوده وبالاسعار دي. وده كان ب85 جنيه، واعتقد ان انا هبقى اخده منها مره كده البسه لانه عاجبني، وابقى اطلع بيه في فيديو كده ان شاء الله. من الحاجات اللي هي جابتها، بصوا الفستان ده خطير، يعني يدل على الربيع من اول ظهوره. لونه جميل 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 جميل، شايفين بجد حلو قوي. هي الحاجات دي بس ايه، يعني اكدوا انها تتغسل غسله حلوه، لان فعلا الحاجات الاستندات زي ما انتم شفتوا في الفيديو الاولاني في الشارع فبتتطرب جامد قوي. بصوا ده بقى شكله غريب اصلا بس حلو، لابساه وقمت لقطت لها فيديو كده بسرعه عشان احاول اوريه لكم، لان يمكن ما تفهموش شكله كده. بس شايفين هو دريس برضو شكله غريب شويه، ولكن بجد شكله حلو ولونه جميل، وفيه ورد كده وتفاصيل. شايفين الورد اللي فيه ده حلو قوي. في بس ايه العيب اللي فيه، ان فيه خيوط من مكان الورد والخيطه بتاعته طالعه، فدي هتتقص بس مفيش اي حاجه تانية. وبرده هي عملت له ستايلنج حلو قوي. هو انا قلت لكم اسعار الفستانين اللي فاتوا، الكشمير الاولاني تقريبا ده كان ب35 جنيه، مش مصدقين طبعا الاسعار انا بقولها دي. الاخضر تقريبا ب75 جنيه. الشميز الكافيه بتاعي مش ب85، ب75. اللي جاي ده هيفاجئكم. ده شميز ابيض، بصوا شايفين القصه بتاعته ليه جزء من تحت كده طويل، شايفين القصه بتاعته الفراشه اللي من تحت دي، والله بجد حاجه في منتهى الجمال. ده في الشتاء واتلبس عليه هو الفيست الكات ده، والتاني هيبقى شكله حلو قوي، وبرده خامته حلوه زي بتاع الاسود. عارفين ده كان بكام؟ خمنوا كده قبل ما اقول لكم على السعر. ب25 جنيه. عشان نتكلم تاني بقى، صح؟ شوف بقى حاجه، انا لما شفتها بصراحه قلت لها لا دي ما ينفعش تسيبيها، ما ينفعش، اتفضلوا اتفرجوا. سوليبيتا، شايفين شكلها؟ بص هجيب لكم النص اللي فوق وبعد كده النص اللي تحت. ده النص اللي فوق كده، بصوا الشكل، شايفين اللون، شايفين الجنس بتاعها خامته عامله ازاي، بصوا. وطبعا النص التحتاني اهو، دي كانت ب75 جنيه. اخر حاجه بقى، زي ما كان ابتدينا الفيديو كده فتحناه بحاجه مسك، هنقفله وهيكون ختامه مسك برضو ان شاء الله. هي كان نفسها تجيب بنطلون، كانت دايما تشوفه واسعاره ما بين 400 ل 500 جنيه، وقالت تدور هناك يمكن تلاقيه. ده الحاجه الوحيده اللي جبناها من المحل، باقي ستاندات. اللي هو البنطلون ده، وده شكله من ورا. وجابت البنطلون ده، ويمكن ده هيكون اغلى حاجه في الفيديو كله، لكن طبعا بالنسبه لسعره الاصلي لا هو مش غالي خالص. دي صفقه مربحه 100%، ب150 جنيه. وزي ما قلت لكم الحاجه اللي فيها ان هو غسله حلوه قوي وكوي كويس. وعايزه اقول لكم ان تقريبا الحاجات اللي احنا جبناها دي كلها على بعضها حوالي 800 او 900 جنيه. يعني انتوا عارفين الرقم ده بجد والله ممكن يعمل طقم واحد من الحاجات اللي احنا بنجيبها في الحدود دي يعني. فانتوا متخيلين ب8 طقم انت عملتي كام طقم؟ ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم جميعا.